أنا فخورة أني دخلت المجال هذا تاع الخزف. نوجه رسالتي للشباب اللي حابين يتعلموا حرفة يتوجهوا لهذه الورشات باش يقتنيوا هذه الحرف اليدوية اللي تعبر عن التراث الجزائري. وهي حرفة ممتعة، يعني نقول لهم باللي الحرفة هذه ما تشوفوهاش بالمنظور أنها صعيب. السلام عليكم، هاكم الحرفية قلعي سهيلة، فنانة تشكيلية من ولاية لسان الجزائر، الحرفية في الخزف والسيراميك. أنا دخلت نخدم هنا كأي عاملة، بعد عطاوني المجال تاع الديكوراسيون ولا سكولبتور. عجبني الكوتي هذا بويسك أنا فنانة تشكيلية من البداية، فبما أنه أنا فنانة شغل عجبني الديكوراسيون على الأواني الفخارية، يعني حاجة جديدة بالنسبة لي. والديكوراسيون في الخزف راهي تختلف على الرسم عادي، يعني الالوان تاعها والمواد تاعها تختلف، التركيبه تاعها لصعوبه الاستعمال تاعها. كما هنا نشوفوا مثلا عندنا الالوان تخلطها بالماء، هي الوان بيغمون تتحمل الحراره. مراحل كل قطعه تبدي من الطين، من بعد ناخذ الطين الحرفي هو يشكل القطعه على حسب طلبيه الزبون. مرات كومونديو طاجين ولا مزهريه ولا اي حاجه ليسونسيال. من بعد تخرج تنشف، من بعد تطيب في الفور درجه حراره 820، ومن بعد نروحوا بها للديكوراسيون. في الديكوراسيون كاين عدة أشكال، تكون على حسب طلبية الزبائن. من بينها اللي أكثر طلبا في السوق هي ديكور لو بربر كما نقولون، يعبر عن التراث تاعنا القبائلي. كاين ديكور ثاني زخارف نباتية أو زخارف إسلامية، هذه كلها مطلوبة يعني على حسب طلبية الزبائن. أنا فخورة أني دخلت المجال هذا تاع الخزف. نوجه رسالتي للشباب اللي حابين يتعلموا حرفة يتوجهوا لهذه الورشات باش يقتنيوا هذه الحرف اليدوية اللي تعبر عن التراث الجزائري. وهي حرفة ممتعة، يعني نقول لهم باللي الحرفة هذه ما تشوفوهاش بالمنظور أنها صعيب. الحرفة هذه جدا ممتعة وراح يحبوها لو كان يتوجهوا للورشات.